السلام عليكم. إن شاء الله مكملين في سلسلة التعريف بمواد صيدلة، وخصوصا مواد الترم الأول. فتاني مادة عندنا النهاردة هي مادة الكيمياء العضوية أو الأورجانيك كيمستري. فتابع معايا الفيديو عشان نبص سوا على المادة من فوق ونفهم احنا هندرس ايه في الكيمياء العضوية في أول ترم. أول حاجة بديهية تيجي في بالنا إن احنا نسأل نفسنا ايه هي الكيمياء العضوية. ده في حالة إن احنا ما كناش عارفين عنها أي حاجة قبل كده، ولكن احنا درسنا الكيمياء العضوية كتير قبل كده وعارفين اللي هي فرع من فروع الكيمياء، بل يعتبر من أهم فروع الكيمياء. ولكن المميز فيها إن هي بتختص بدراسة المواد العضوية بس، الأورجانيك كومباوندز. ومن أهم 3 حاجات هندرسها في الأورجانيك كومباوندز الاستراكشر، البروبرتيز بتاعتها، وكمان الرياكشنز. والاستراكشر هنا مش معناه إنك تعرف بس الذرات المكونة للمادة العضوية، ولكن إنك حتى تكون عارف شكل المادة العضوية دي في الفراغ، وإزاي هتتصرف بناء على شكلها وتركيبها ده في التفاعلات اللي بعد كده. وعن طريق دراسة الخصائص بتاعة المواد هتعرف ليه في بعض المواد الكيميائية بنستخدمها في الصيدلة، ومواد تانية بنستخدمها مثلا في صناعة المواسير، ومواد تالتة بنستخدمها في العمليات الجراحية. وأخيرا الرياكشنز أو التفاعلات، فدي في غنى عن التعريف لأن طبيعي إن أي كيمياء فيها تفاعلات، ولكن ببشرك اللي معظمها سهلة فما تقلقش. طيب احنا دلوقتي هندرس ايه في أول ترم في الكيمياء العضوية؟ بشكل أساسي المنهج بتاعنا هيتقسم ل3 أجزاء. أول حاجة هي introduction، تاني حاجة الأورجانيك جروبز ودي درسناها قبل كده في الثانوي، تالت حاجة الاستيريوكيمستري وممكن تكون غريبة عليك دلوقتي ولكن إن شاء الله تعرف معناها. بالنسبة للانترودكشن فمعظمها حاجات انت درستها قبل كده، زي الكيميكال بوندنج، أنواع الروابط الكيميائية، الإلكترونيجاتيفيتي، السالبية الكهربية وهكذا، ودي من الحاجات المبشرة في بداية السنة. ومادة العضوية في أول ترم من الحاجات اللي هتحببك في الكلية. تاني حاجة هي الأورجانيك جروبز، وزي ما انت عارف ان الأورجانيك جروبز كتير جدا، ولكن في أول ترم عندنا حوالي 4 أو 5 بس. معظمهم انت أخدتهم قبل كده، زي الألكانز والألكينز والألكايند، وفي كمان الألكايل هالايدز والبولي أنساتوريتد هيدروكربونز. لو كان الاسم الأخير كبير فما تتخضش، هو ببساطة معناه إن عندك مركب فيه أكتر من رابطة ثنائية أو ثلاثية، ومتشابه في كتير من الحاجات مع الحاجات اللي قبله. طيب دلوقتي بالنسبة للستيريوكيمستري، إيه هي أصلا؟ ببساطة الستيريوكيمستري معناها إنك تدرس أشكال المواد الكيميائية في الفراغ، سواء كانت بقى مواد عضوية أو غير عضوية، فأنت هتدرس أشكالها، ولكن بشكل كبير بنلاقيها في المواد العضوية. وخليك حافظ الشكلين اللي على اليمين وعلى الشمال، لأن هتلاقيهم كتير جدا في الحاجات اللي بعد كده. اطمن، الاستيريوكيمستري من أكتر الحاجات اللي محتاجة فهم وما فيهاش حفظ كتير، فببشرك لو انت بتحب الفهم فهتعجبك جدا الاستيريوكيمستري. نرجع تاني بقى للمنهج بتاعنا عشان نبص عليه مرة تانية. منهج الكيمياء العضوية 3 حاجات: introduction والأورجانيك جروبز والاستيريوكيمستري، وده ببساطة هو منهج العضوية في الترم الأول في كلية صيدلة. نيجي لجزء تاني مهم وهو مصادر المذاكرة في الكيمياء العضوية. زي العادة بنبدأ بمحاضرات الكلية. محاضرات الكلية سهلة جدا في بداية السنة، لأن معظمها حاجات انت خدتها قبل كده، فمش هتاخد وقت على ما تستوعب كلام المحاضرة. تاني حاجة طبعا هي النت، ومن أهم المصادر اللي موجودة على النت هو اليوتيوب. هتلاقي على اليوتيوب شرح كتير جدا لمادة الكيمياء العضوية، ولكن هتلاقيه بالإنجليزي. أغلب المحتوى المفيد في الدراسة بيكون بالإنجليزي. مش عارف ده هتكون مشكلة بالنسبة لك أو لأ، ولكن بطمنك اللي معظمها مصطلحات علمية وانت هتتدرب عليها بالتدريج. تاني حاجة مواقع مختلفة على النت، واسيب لك ان شاء الله مصادر سواء لقنوات يوتيوب او مواقع تذاكر منها في الديسكريبشن. اخر حاجة هي ورق المكتبات. ليه هي اخر حاجة؟ عشان محاضرات الكلية مع النت هتخليك فاهم المادة كويس جدا، ولكن ورق المكتبات هيكون مفيد في فترة المراجعة. انت خلاص فهمت المنهج وعايز حاجة تكون لما المنهج قدامك بطريقة منظمة، فورق المكتبات هيوفر عليك كتير جدا. فمن وجهة نظري أهم مصدرين لدراسة الكيمياء العضوية هي محاضرات الكلية والإنترنت. ولحد كده نكون خلصنا المهم في الفيديو، وبفكرك لو انت عايز تعرف طريقة المذاكرة فاحنا عاملين فيديو قبل كده هيظهر لك في آخر الفيديو ده إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا كلام عن الكيمياء العضوية. لو عندك أي أسئلة سيبها في التعليقات، ولو مهتم تسمع عن المواد اللي جاية فما تنساش تشترك في القناة.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.